ومع مرور الايام نيد كان بيقابل ماجي بره البيت بسبب وجود البنت الصغيره في البيت، وبتعدي الايام وتمر والملياردير يرجع مره تانية من السفر. وقتها نيد بيزعل جدا لان هيتحرم من حبيبته ماجي مره تانية. وفعلا بتعدي فتره كبيره ما يشوفش حبيبته ماجي. وفي يوم نيد خرج عشان يتعشى بره البيت واتفاجئ بماجي موجوده في نفس المطعم اللي راح يتعشى فيه، علشان كده فرح جدا وراح عندها يتكلم معاها. لكن قبل ما يندمج معاها في الكلام عرفته ان جوزها موجود معاها. فجاه جوزها ادمن بيشوفهم هما بيتكلموا مع بعض، عشان كده راح عندهم عشان يعرف ايه اللي بيحصل. وقتها ماجي اتوترت جدا، لكن استخدمت ذكائها بسرعه وعرفته ان نيد محامي من نيويورك وبيسال على شقه العميل عنده. ساعتها ادمون صدق كلامها وكمان عزم نيد على مشروب، وفعلا نيد بيروح معاهم. وهما الاتنين فضلوا يتكلموا عن الشغل والبيزنس لحد ما ماجي زهقت من كلامهم واستأذنت عشان تروح الحمام. ساعتها ادمون بيعرف نيد انه بيحب مراته جدا وبيغير عليها من اي حاجه، وكمان ممكن يخلص على اي حد عاوز ياخدها منه. وقتها نيد خاف من كلامه جدا وحس ان هو بيتكلم عليه، علشان كده نيد حاول يبعد عن ماجي لحد ما جوز ادمون يسافر مره تانية. وكان بيقضي كل وقته مع اصحابه المحقق اوسكار وبيتر، وكمان كان دايما بيسلي نفسه ويمشي على البحر علشان يحاول ينسى حبيبته ماجي. لكن ماجي هي التانية بتشتاق ليه جدا، علشان كده راحت عنده المكتب وعرفته انها بتحبه جدا وبتتعذب وهي بعيدة عنه وموجودة مع واحد تاني غيره. ساعتها ماجي بتطلب منه طلب غريب جدا، ان يساعدها عشان تتخلص من جوزها علشان هما الاتنين يكملوا حياتهم مع بعض، وكمان هتورث منه كل ثروته. وفعلا هما الاتنين الشيطان سيطر عليهم وعملوا خطة مع بعضيهم علشان تخلص من جوزها وتاخد كل فلوسه. لكن جوزها بيسافر مرة واحدة، علشان كده هما الاتنين بيأجلوا تنفيذ الخطة لحد ما جوزها يرجع مرة تانية من السفر. وفعلا هما الاتنين بيتفقوا على كل حاجة يعملوها، وكان على طول بيقابلوا بعض عشان ينفذوا الخطة، وكل واحد منهم هيعرف يعمل ايه. بعد فترة جوزها الملياردير بيرجع من السفر، وقتها بيسمع حد بيفتح الباب. راح ادمن مسك المسدس بتاعه علشان يعرف ايه اللي بيحصل. فجأة مرة واحدة نيد بيهجم عليه ويضربه ويوجعه على الأرض ويخلص عليه، وحبيبته ماجي كانت بتساعده. بعد كده نيد حط الجثة بتاعته في العربية ووداها مخزن قديم عشان يخلص منها. ساعتها جاب متفجرات عشان يخلص من معالم الجثة، وفعلا نيد فجر المخزن باللي فيه. بعد كده قابل ماجي وعرف ان لازم يبعدوا عن بعض شويه لحد ما الامور تهدى،